محتاجين ناكل حاجة حلوة سهلة وسريعة متخليناش نقف في المطبخ كتير ومن غير فرن ومن غير ادوات كتيرة. هنعمل حلو البسكوت طعمه تحفة، طريقة سهلة خالص، وخصوصا عندنا مانجا دلوقتي في السوق كتيرة. هنعملها بالمانجا، سهل قوي بجد، طعمها تحفة. مش هتاخد معاكي حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير وتكون جاهزة معانا. اول حاجة هنا معايا كوباية كريم شانتيه. هنزل هنا بنص كوباية مية الاول، مية ساقعة متلجة او لبن متلج. كل كريم شانتيه غير التاني، فهنضيف الاول نص كوباية، وبعدين لقيتها كده كويس شغالة معايا هضيف بقى، تقلت معايا هضيف بقى مية تاني لحد ما خلصت الكوباية. يبقى اخدت كوباية كريم شانتيه وكوباية مية. تمام كده، اضرب كويس لحد ما خلاص قوام كده مظبوط قوي. هنزل عليها هنا بمانجايه متقطعه او عصير مانجا تضربيه، بس انا مش مشكله مش هضرب، انا هنزل بيها على طول على الكريمه، وهي بقى تتقطع وتدوب معايا على الكريمه. مش مشكله لو كان فيها قطع كمان. خلاص كده معانا الكريمه بطعم المانجا مظبوط قوي. معايا هنا نص كوبايه لبن، ومعايا بايركس، ومعايا هنا بسكوت، اي نوع بسكوت انت تحبيه، يعني مش لازم اي نوع معين يعني. هبتدي ارص كده البسكوت، مش هنزل البسكوت في اللبن لا علشان بيتبهدل مننا، فهرص البسكوت كده. مش مشكله اللي متكسر ولا اي حاجه، اهم حاجه نرصهم كده طبقه زي طبقه الكيكه كده من تحت. تمام كده، نغطي كده، ممكن تعملي كمان طبقتين لو حباها تكون سميكه كده. خلاص هنرص كده زي ما انت شايفه، ونغطي كده البسكوت. وبعدين اجيب بقى اللبن مش عليه سكر ولا اي حاجه خالص. تقدري كمان تشربيه كمان عصير مانجا، ممكن بديل اللبن. تمام، نبتدي بس حاجات بسيطة خالص من اللبن كده على البسكوت، وبعدين ناخد بقى اول طبقة من الكريمة ونبتدي نفردها كده على حسب بقى تحب الكريمة خفيفة او سميكة براحتك. انا مش بحب الكريمة تكون تقيلة، فهعمل كده طبقة خفيفة خالص مش تقيلة. اهم حاجة نبتدي نظبطها كده، وبعدين بقى نرص بقى البسكوت تاني طبقة تاني. ده على حسب البايركس بتاعك بقى، تحبي ترصي طبقة 2 3 من البسكوت والكريمة براحتك. وبنفس الطريقة حاجة بسيطة خالص من اللبن كده. البسكوت طبعا مش بياخد معانا وقت خالص ان هو يطرى معانا، فمش هياخد لبن كتير. وناخد بقى تاني طبقة من الكريمة نبتدي نرصها. ممكن مش في بايركس، ممكن في كوبايات، ممكن في اطباق ازاز، اي حاجة انت حباها. تمام، دي تالت طبقة، يبقى انا عملت كده 3 طبقات من البسكوت والكريمة. دي اخر طبقة من الكريمة، تبقى اوزعها كويس. تقدري تحشي، ممكن كمان تضيفي ما بين البسكوت والكريمة قطع مانجا، يبقى براحتك خالص. تمام كده، ابتدي اظبطها كده. واخر طبقة بقى هتبقى مانجا. نرص بقى المانجا. تقدري تعملي على حروف البايركس كده بكيس الحلواني كريمة، بس انا ما حبيتش ازود الكريمة تاني كده مظبوطة اوي. لكن انت حابة تزينيها بقى بالكريمة بكيس الحلواني تمام، بس انا ما حبيتش استخدم اي حاجة. استخدمنا ايدينا في كل حاجة، مفيش اي ادوات خالص، المضرب بس. تقدري تضربيه كمان في الخلاط لو عندك خلاط بس. خلاص كده خلصناها، ندخلها التلاجة. كل ما تقعد، كل الحلويات دي كل ما تقعد في التلاجة فترة، يعني اعمليها من بالليل وقدميها تاني يوم، او اعمليها الصبح وقدميها بالليل، هتبقى معاكي حلوة قوي، طرية خالص، طعمها تحفة، بتدوب كده مع البسكوت بس لحد البسكوت ما يتشرب بس من الكريمة. طعمها خطير طبعا. المانجا ادت طعم حلو قوي للكريمة. شايفين عامله ازاي طبقات البسكوت مع الكريمه؟ خطير بجد، طعمها حلو قوي وطريقتها سهله خالص. جربوها تعجبكم قوي مع قطع المانجا كده، حاجه كده خطيره بصراحه. اهم حاجه بس ممكن كمان تدخليها الفريزر، ممكن تدخليها الفريزر وتقطعيها قطع كده، تبقى خارجه من الفريزر كده متلجه، فتقطعيها. اللي بيحب الحاجه يعني متلجه قوي يعني هتعجبه قوي زي الايس كريم كده. تمام، اهم حاجه بس لو هتعملوها كده دخليها التلاجة ساعه ساعتين، هتبقى تحفه معاكي. مع السلامه.